بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من إنجيل يوحنا، بركاته على جميعنا امين. اما المعزي الروح القدس، نقول بقى مع بعض: اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم. سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لاني قلت امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، لكن ليفهم العالم إني أحب الآب، وكما وصاني الآب هكذا أفعل. قم وننطلق منها هنا. من سفر المزامير. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخافوا منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب. لأن عند الرب رحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. نبدأ بقى الحصة بتاعتنا. الكتاب اللي جهزتوه الأول جنبكم ولا لسه؟ جبته. طب تمام. جاهز. احنا هنراجع الأول على الدرس اللي فات كده، وكل واحد يقول سؤال. خلاص، بس نراجع كده شرحا كده سريعا. احنا قلنا سلطان المرة اللي فاتت المسيح على الطبيعة. ممكن بس أقول حاجة؟ اتفضل. ممكن في الفورم ما قلناش نعمل اللي هي الأسئلة الأكمل كتابة، أسئلة كتاب أكمل ليه؟ علشان بيبقى مكتوب حاجة وإحنا بنكتب حاجة تانية فبيحسبها غلط. تمام خلاص، في الفورم يعني. هي على فكرة مش بيحسبها غلط عشان انت بتكتبها غلط، هي عشان كان فيها غلطات إملائية. لا، أنا تمام؟ كتبت حاجة تانية غير تمام، بس كان في حاجات بتبقى ناقصة برضو من عندكم، فعشان كده كانت بتتحسب غلط. عامة بعد كده نبقى نعملها كلها اختياري، مفيش فيها مشكلة. بص أنا تمام. كتبتها وكده كلها. كده احنا في حصة المراجعة هنراجع كل الفورم ده كله. وانتوا ما حلتوش الفورم اللي كنت بعته لكم اسينمنت على التيم، المفروض تحلوه وترجعوه تاني. انا كنت سايبه لكم مفتوح لحد يوم الجمعة. تمام، تابعوا التيم على طول، هتلاقوني حاطه لكم فيه الواجب وعليه الفيديو بتاع شرح النهارده، عشان ما يبقى برضو موجود معاكم. تمام، عشان ما نضيعش وقت الحصه بقى، نراجع كده سريعا على الدرس اللي فات ونحل مع بعض اسئله عليه. تمام. احنا قلنا المره اللي فاتت سلطان المسيح على الطبيعه. تمام، قلنا سلطانه على البحر والرياح والامواج. قلنا فيها قصتين مهمين، قصه ايه وقصه ايه؟ حد فاكر؟ قولي تاني يا مس كده، ما سمعتش. احنا قلنا سلطان المسيح على الطبيعة، خدناه في كذا نقطة كده. قلنا أول حاجة سلطانه على البحر والرياح والأمواج، خدنا فيها قصة. سلطان على الفلك، على الأرض والكرة الزاحفة، على الضغوط من الأبواب المغلقة. لا احنا بنقول المعجزتين اللي حصلوا في سلطانه على الرياح والبحر والأمواج. قلنا اللي هو يهدئ العاصفة، وإيه كمان؟ ويمشي، ولما مشي على المية. طيب، وسلطانه على النبات فيها قصة إيه؟ سلطانه على النبات لما لعن شجرة التين. مش لعن شجرة التين. وطب وسلطانه على الحيوان بقى؟ صيد السمك الكتير. تمام. طيب، وسلطانه على الفلك قلنا فيها حاجتين. نجم الميلاد. نجم الميلاد، برافو. وايه كمان؟ لما المسيح اتصلب والنجم المسيح اتصلب والشمس ايه اتضلمت. طيب، سلطانه على الصخور والزلازل. حصلت زلزلة أيام ما المسيح أسلم الروح. تمام، لما الصخور اتشققت ساعة ما المسيح كان ايه على الصليب. طيب، وسلطانه على الأبواب المغلقة. لما دخل على التلاميذ بعد القيامة وهم مجتمعين. تمام، هم مجتمعين في العلية.
والمرة الأولانية فين كمان؟ لما خرج من القبر، تمام، وهو مغلق. خلاص. طيب سلطانه على أمور أخرى بقى، زي مثلا إيه؟ سلطانه على تحويل المياه لخمر، زي قصة إيه بقى؟ عرس إيه؟ قناة الجليل. قنا الجليل، تمام. سلطانه على شفاء الأمراض، زي إيه وإيه وإيه؟ عندنا أمثلة كتير. أنا شفاء الأعمى شفاء والخرس الأعمى والنزيف. والمكتوب، تمام. النهارده بقى ناخد سلطان المسيح على الموت، تمام. بس قبل ما ناخده هنراجع كده ايه، نحل الأسئلة سوا سريعا يعني ماشي. على كان الدرس حي اللي فيها فات. العازر. ايه؟ سلطان على الموت ده حي فيها العازر، دي قصة من القصص، نحل سوا وهو بقى. ذات نفسه ها، أموات. سلطانه على الموت لما في السيد المسيح أقام 3 مش واحد بس، أو 3 هم اللي مذكورين في الكتاب المقدس، تمام. أموات. طيب نحل مع بعض كل واحد بقى سؤال. نبدأ بجورج. عندما مشى السيد المسيح على الماء كان مع تلاميذه، صح ولا غلط؟ عندما مشى السيد المسيح على الماء كان مع تلاميذه. غلط. غلط. هو كانوا هما لوحدهم، والمسيح اللي جالهم بعد ما خلص ايه الوعظة على الجبل. طيب لعن السيد المسيح التينة، ميشيل بقى، لأنها لا تعطي ظل للسائر أسفلها. خطأ. خطأ، لأن ما لقاش فيها ايه ثمر. قال يوحنا اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. جورج. ها. صح. لا، خطأ. غلط. بطرس. اللي قالها بطرس، تمام. طيب ميشيل، الشمس ظلمت أثناء صلب المسيح في الساعة الثالثة. غلط، الساعة السادسة. تمام. كان غلط. السيد المسيح له سلطان على الدخول والأبواب مغلقة. ده مش عندنا، بس ده مش عندنا. صعد السيد المسيح للسماء في يوم 40 من قيامته المقدسة من الأموات. يا صح. ماشي. ها. الصح وغلط كله ده مش عندنا لحد الشمس أظلمت بس. مش ظاهر قدامكم؟ لا، مش عندنا في الكتاب. لا، ما احنا ده اللي احنا حلينا المرة اللي فاتت أسئلة الكتاب في حصة المرة اللي فاتت. دي أسئلة تانية احنا عاملاها لكم مراجعة، تمام. ماشي. طيب اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ، قالها مين؟ يوحنا ولا اندراوس ولا بطرس؟ بطرس. احنا لسه قايلينها بقى، بطرس. جورج بل عليه الدور. قال يوحنا، يعقوب ولا بطرس، إن كنت ابن الله فمرني أن آتي إليك على الماء. يوحنا. لا، بطرس. مين اللي مشي على المية؟ بطرس، تمام. طيب نبدأ الدرس بقى بتاعنا. السيد المسيح قال آية مهمة جدا، بيقول إيه؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، تمام. يعني لو حتى الإنسان مات بس مجرد إن هو آمن بالسيد المسيح إيه؟ هيحيا. وإحنا قلنا في المجيء التاني كلنا هنقوم، واللي كانوا ميتين هياخدوا أجساد نورانية إيه؟ ويقوموا في القيامة التانية، تمام. فاللي بيآمن بالسيد المسيح له إيه؟ حياة، تمام. طيب الكتاب المقدس قدم لنا 3 معجزات لسلطانه على إقامة الموت. هو طبعا ممكن يكون السيد المسيح أقام ناس تانية، تمام. وأصلا السيد المسيح لما اتصلب، تمام، ولحظة القيامة من الأموات، اللي حصل اتذكر في الكتاب المقدس كده إن كتير من اللي كانوا أموات إيه؟ قاموا، تمام. بس إحنا اتفقنا إن مش كل المعجزات اتكتبت في الكتاب المقدس، بس في 3 معجزات مهمين الوحي ذكرهم في الكتاب المقدس. أول قصة عندنا هي إقامة ابنة يايرس، تمام. ابنة يايرس، مين يايرس ده أصلا؟ يايرس دوت كان واحد من رؤساء مجمع اليهود. انتوا عارفين طبعا المجمع اليهود ده اللي حكم على السيد المسيح بالصلب، تمام. هو واحد من الرؤساء بتوع ايه المجمع. مش كلهم كانوا رافضين المسيح، كان في ناس منهم يعني حاسين ان المسيح هو ده المخلص، تمام. زي مثلا مين كده من قصة القيامة، حتى في ناس معروفة كده، يوسف الرامي، ومين كمان؟ أنا ها؟ نيقوديموس. نيقوديموس، تمام. كل دول كانوا ايه في المجمع اليهودي. كمان عندنا مين؟ يايرس، خلاص. ده كان من رؤساء المجمع بتاع اليهود، وكان عنده بنت وحيدة يعني. ايوه.
لا وقائد المئة لما قام قايل له لم لا، أرى. قائد المئة مش من مجمع اليهود، قائد المئة إنسان روماني. تمام، احنا ماشي. بنتكلم هنا إنسان من الناس سامي. اللي كانت في مجمع اليهود. تمام، رؤساء المجمع يعني. فاحنا هنا بنتكلم عن واحد من رؤساء المجمع اللي كانوا تابعين السيد المسيح وماشيين معاه وحاسين ان هو ده المخلص، وده تعليم، حابين التعليم بتاعته ومعجزاته وماشيين معاه. تمام، من الناس اللي كانت بتتبع المسيح، منهم يايرس، وقلنا كان في يوسف الرامي وكان في نيقوديموس. تمام. طيب يايرس ده بقى ايه نظامه بقى؟ كان واحد من الرؤساء المجمع، وكان عنده بنت وحيدة، يعني ما كانش عنده غيرها. وكان عندها كام سنة بقى؟ 12 سنة. تمام، كانت مريضة وخلاص يعني هتموت لأن ما كانش فيه أي علاج. تمام، ففي الوقت دوت راح يايرس للسيد المسيح وسجد له وقال له ايه: ليتك يا سيد تأتي إلى بيتي لتشفي ابنتي وتنقذها. يعني هي ما كانتش لسه ماتت. تمام، قال له ايه تاني؟ ليتك يا سيد تأتي إلى بيتي لتشفي ابنتي وتنقذها من الموت. تمام، فالمسيح قال له ايه؟ اطمن، أنا ذاهب معك. وانطلق الرب يسوع مع يايرس. في الوقت ده السيد المسيح طبعا في أي مكان كان موجود فيه، لأنه كان بيشفي المرضى وبيخرج الشياطين. طبيعي ايه اللي حصل؟ حصلت إن في زحمة جدا وما قدرش إن هو يخرج من الزحمة دي فتأخر. تمام، فلما خلص وقدر يخرج من الزحمة، ايه اللي حصل في الطريق؟ جاله واحد من البيت، جه واحد لييروس من البيت بتاعه وقال له ايه: ما تتعبش المعلم، بنتك ايه؟ ماتت. تمام، المسيح كان واقف في الوقت ده وسامع الكلام، فقال له ايه: لا تخف، آمن فقط. يعني انت بس آمن وما تخافش، مش هيحصل حاجة يعني. تمام، فتنجو ابنتك. ففعلا يايروس آمن بالسيد المسيح وما قالوش لا خلاص ما تتعبش نفسك، يا بنتي ماتت خلاص بقى، يعني القضاء وقدر بقى وخلاص انتهينا. لا، هو آمن بالسيد المسيح وكان عنده ثقة فيه. فالمسيح راح معاه للبيت. وكان بيته فين بقى؟ خلي بالنا بقى من الأماكن ديت. كان في قرية ايه؟ كفر نحوم. تمام، وطبعا كفر نحوم دي السيد المسيح عمل فيها معجزات كتير، لكن للأسف الناس بتوعها كانوا ايه؟ قاسيين القلب شوية، ما يعني ما كانوش مثلا زي السامرة، رغم ان هم ما كانوش يهود لكن هم تبعوا السيد المسيح. تمام، في بلاد كده ربنا عمل فيها معجزات كتير لكن الناس فيها كانت قاسية القلب. فالمسيح قوم بنت يايروس ديت في قرية كفر ايه؟ نحوم. كان الناس في قلب البيت طبيعي ايه؟ البنت صغيرة عندها 12 سنة وماتت، ايه اللي حصل؟ كله قاعد يعيط ويلطم ويصرخ. تمام، فالمسيح قال لكل الموجودين ايه بقى؟ هي ما نايمة. تعيطوش، ده نايمه. تمام، فالناس قعدت تعمل ايه؟ قعدت تضحك عليه، يعني الناس قاعده تعيط وتلطم وتصوت وعارفين ان هي ماتت خلاص، وهو جاي يقول لهم ايه؟ ده نايمه. فطبيعي عملوا ايه؟ ضحكوا، هم عارفين ان ايه؟ انها ماتت. فالمسيح خرج كل الناس، ما دخلش بس الا يايروس ومراته اللي هي ام الصبيه، ودخل معاه 3 دايما معاه في معجزات كده معينه اللي بيظهر فيها لاهوته. تمام، هما مين بقى؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. ال3 دول دايما كانوا مقربين منه. زي مثلا في قصة التجلي أخد معاه برضو بطرس ويعقوب ويوحنا. تمام، لما كان بيروح يصلي على في بستان جسماني كان ياخد القريبين منه برضو بطرس ويعقوب ويوحنا. تمام، فكانوا ال3 دولت تقريبا هما الوحيدين اللي كانوا شاهدين أكتر على إيه؟ لاهوته، يعني في معجزات الكبيرة قوي زي مثلا إقامة ابنة يايرس. تمام، وزي التجلي. فدخل المسيح ودلوقتي معاه كام واحد؟ يايروس وزوجته وبطرس ويعقوب ويوحنا، يعني المسيح دخل ومعاه 5 أفراد. تمام، وراح مسك ايد البنت الصغيرة اللي عندها 12 سنة دي اللي هي ماتت وقال لها ايه؟ يا صبية قومي. فايه في اللحظة دي اللي حصل؟ روحها رجعت تاني لجسدها وقامت في الحال. تمام، يعني هي كانت ماتت والناس خلاص متأكدة انها ماتت وخلاص قاعدين يصوتوا وخلاص الموضوع انتهى. روحها ايه اللي حصلت؟ رجعت ودخلت في جسدها وقامت. تمام، وقال السيد المسيح في الوقت ده للناس اللي كانت واقفة اللي هي يايروس ومراته، قال لهم ايه؟ ادوها عشان تاكل.
فطبعا باباها ومامتها عارفين انها ماتت، فكانوا في ذهول، حالة ذهول، وكل الناس اللي كانوا في البيت في حالة ذهول. تمام. لكن ربنا وصاهم حاجة مهمة، قال لهم ايه؟ لا يخبره احد. تمام. تفتكروا ليه ما قالوا لهم؟ يعني ليه المسيح قال ما تقولوش لحد؟ انا ها؟ عشان لسه ما كانش يعني لسه لما هيطلع من السماوات عاوز الناس دي تقول. ايوه، لانه هو كان لسه بيخدم، لسه بيحاول يخلي الناس ايه، تتبع تعليمه، وما ينفعش ان هم يقولوا دلوقتي ان هو قوم من الاموات. هيبقوا ممكن. ها؟ هو لما في واحد لما الملكة هلالة راحت تشوف الصليب، اه. لما الصليب اتحط عليه وقومته، هو مم. دي برضه معجزة منها؟ بس دي بعد القيامة، دي بعد اه القيامة بزمان. تمام. دي بعديها تقريبا في القرن الثاني الميلادي، يعني بعد المسيح بزمان يعني، وممكن كمان بعد الثاني الميلادي كمان متأخر، لأن الملكة هيلانا ما كانوا هي والملك قسطنطين بعد دقلديانوس، يعني لما المسيحية بقت الدين الرسمي للدولة، يعني تقريبا في سنة 300 تقريبا، يعني القرن الثالث الميلادي تقريبا أو حاجة زي كده يعني كمان. تمام. سؤال. فكان متأخر. دي حاجة ودي حاجة. احنا بنتكلم هنا عن سلطان المسيح في وقت حياته. تمام. المعجزات اللي حصلت وقت حياته، خلاص، غير اللي بعد كده يعني. ها؟ ديان، هو سؤال، أي. مش هي لما ماتت كانوا أيام زمان اللي كان بيموت مش بيروح النار؟ طبعا بينزل روح على يعني الجحيم. دي راحت النار ورجعت؟ ايوه، مش النار. احنا النار الابديه دي لسه دلوقتي مش موجوده. اللي موجود دلوقتي اسمه مكان الانتظار، الجحيم والفردوس. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في المجيء أيوة التاني. تمام، تمام. ماشي. يا مجيء ماشي. مكان تمام. استنى يا مشيل. المجيء التاني احنا اتفقنا فيه، اتكلمنا فيه ان هو في مكان دلوقتي لحد ما يبقى في مجيء تاني، في مكانين انتظار. مكان الانتظار بتاع الناس الكويسة، ومكان الانتظار بتاع الناس الشريرة، الجحيم والفردوس. تمام. فهي روحها نزلت لفين؟ للجحيم. تمام. والمسيح لما اتصلب على الصليب، روحه نزلت، آه، المتحد بلاهوته نزل لايه؟ للجحيم، وكسر متاريس الحديد، واخد الناس اللي يعني ماتت على رجاء القيامة، زي ابراهيم وحواء وادم وكل دول. تمام. فهي وقتها روحها برضو راحت للجحيم بس رجعت تاني. بس يعني هي شافت الجحيم ورجعت تاني؟ طبعا، ما روحها كانت هتروح فين؟ طب أسألها بقى. تمام. فكل اللي كانوا بيموتوا في الوقت ده قبل المسيح ما يتصلب كان بيروحوا الجحيم، حتى لو كانوا ناس كويس. تمام. لكن بعد كده خلاص بقى الناس اللي بتموت ناس كويسين، يعني بيروحوا الفردوس دلوقتي، والأشرار بيروحوا الجحيم. تمام. نخش بقى على قصة تانية. يبقى احنا قلنا البنت كان عندها كام سنة؟ ها؟ 12 يا ماشي. 12. ايوه كده، بعديها صح صح. ها؟ ناخد قصة بقى تانية. هي قصة مين؟ دي بقى أول قصة عندنا، كانت بنت صغيرة عندها 12 سنة. تمام. هناخد واحد أكبر بقى شوية. ابن أر... أيوة، ابن أرملة نايين. أرملة نايين يعني طبيعي إن هو من بلد إيه؟ نايين. أمال طيب ابنة ياروس كان في بلد إيه بقى؟ كفر النحور. كفر نحوم. تمام. طيب، المرة اللي فاتت كانت البنت بنت مين؟ واحد من رؤساء مجمع اليهود، يعني واحد له وضعه يعني وشأنه. إنما ده المرة دي ابن مين؟ ابن واحدة أرملة غلبانة، واحدة جوزها ميت غلبانة ملهاش حد. تمام. ففي يوم من الأيام السيد المسيح كان رايح لبلدة اسمها نايين. تمام. وكان معاه كتير بقى المرة دي من التلاميذ. المرة اللي فاتت اللي حضر القصة كانوا 5: يايرس ومراته وبطرس ويوحنا ويعقوب وبس، محدش يعرف بالقصة دي ايه غيرهم. تمام. المرة دي كل التلاميذ كانوا ايه؟ معاه، وكل الشعب كان ايه؟ حاضر. تمام.
دايما طبعا بيدفنوا الناس ايه بره المدينه. كانوا زمان بيبقى في مكان كده بره المدينه يدفنوا فيه، لان اليهود عندهم لمس جثه الميت ده نجاسه، يعني اللي يلمس جثه ميت يتنجس، فدايما كانوا يدفنوا الاموات بره المدينه. تمام. فكانوا واخدين الميت بتاعهم اللي هو الشاب دوت ابن الارمله، ورايحين ايه عند باب المدينه. ففي الوقت دوت كان السيد المسيح داخل هو كمان من باب المدينة مع التلاميذ، وشاف النعش. طبعا كانوا بيشيلوه كده على زي نقالة كده. تمام. وحاطين عليه الميت. وبعدين ورا النعش ده كانت ماشية واحدة ست قاعدة تعيط جدا. طبعا هي أرملة، يعني جوزها ميت وكمان ابنها ميت، يعني ما عادش ليها حد. وكل الناس ايه ماشية ايه وراها بقى طبعا عشان العزا وكده. تمام. فالميت ده طبعا كان ابن وحيد، يعني هي ملهاش حد خالص. فالسيد المسيح شافها اتحنن قلبه عليها وقال لها ايه لا تبكي، وتقدم شوية كده ومشي ناحية النعش ولمسه. فالناس كلها ايه وقفت. طب ما تفتكروا الناس ليه وقفت؟ احنا قلنا ان زمان عند اليهود اللي يلمس نعش ولا جثة ميت اللي هو يعني يتنجس بقى. تمام. فالمسيح بيحاول يفهمهم ان احنا الجسد بتاعنا مش نجاسة. تمام. بس احنا اليهود كان دايما قلبهم قاسي وذهنهم يعني جامد. تمام. فالمسيح تقدم ومسك النعش لمسه، فوقفوا طبعا في ذهول، هو ده بيلمس النعش ليه؟ فالمسيح قال ايه للميت؟ ايها الشاب لك اقول قم. بس الجملة دي بس، ايها الشاب لك اقول قم. ففي نفس اللحظة ايه اللي حصل؟ الميت اللي هو الشاب دوت قعد على النعش وبدأ يتكلم. فالمسيح ايه شده وده كده ايه لمامته وايه، وكل الناس طبعا لما شافوا القصة كانوا في ذهول ومجدوا ربنا. قالوا ايه قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. تمام. طبعا المرة دي كانت قدام كل الشعب وقدام كل التلاميذ. تمام. والناس متجمعة علشان العزا والميت، وكله شاف المعجزة. تمام. يبقى قد قام فينا ايه نبي عظيم وافتقد الله شعبه. تمام. دي القصة ايه التانية. يبقى أول مرة كده لو حبينا نقارن بقى ما بينهم، المرة اللي فاتت كانت البنت عندها كام سنة؟ نراجع تاني كده. 12. المرة اللي بعديها شاب كبير. تمام. هو طبعا مش مذكور السن قد ايه، بس شاب يعني ممكن يبقى مثلا في حدود 20-25 سنة. تمام. طب المرة اللي فاتت بنت كانت بنت راجل ايه شكله ايه نظامه؟ بيشتغل تبع مجلس من رؤساء مجمع اليهود، يعني راجل له شأنه. المرة دي اللي مات ابن مين؟ أرملي. لا أرملي. واحدة أرملة غلبانة. المرة اللي فاتت كان في بلدة ايه؟ كفر نحوم. تمام. كفر نحوم دي بلدة اتعملت فيها معجزات كتير. طيب المرة دي المعجزة حصلت فين؟ في نايين. المرة اللي فاتت حصلت المعجزة قدام الناس كلها ولا قدام ناس معينة؟ قدام بابا ومامتها. وإيه كمان؟ و3 من التلاميذ بس، يعني كل اللي شافوا المعجزة بس كانوا كام؟ 5. تمام. المرة دي المعجزة حصلت قدام مين؟ الشعب كله وقدام التلاميذ كلهم. تمام. طيب نشوف بقى أكبر معجزة حصلت للقيامة. المرة اللي فاتت كان واحد، كانت قصة ابنة يايروس، واحدة لسه ميتة حالا، يعني لسه حالا والمسيح راح وكانت لسه ميتة. تمام. لأن هو كان باباها رايح يكلم المسيح وهي كانت عيانة وقربت على الموت. المرة دي شاب خلاص يعني ايه مات وكفنوه وغسلوه خلاص ورايحين يدفنوه، يعني كان فاتت مثلا عليه ساعات. القصة بقى الثالثة هي أكبر قصة، لأن المرة دي الميت أنتن في القبر. تمام. أنتن في القبر قعد كام يوم؟ يعني حوالي 4 أيام. 4 أيام. يعني معنى كده اللي هو أصلا واحد ميت بقاله 4 أيام يبقى شكله عامل إزاي؟ أنتن، يعني الدود طلع وأكل. تمام. بدأ ياكل فيه يعني. تمام. طيب قبل ما نحكي القصة كده أنا عايزة أفرجكم على القصة بقى بالفيديو. تمام. بس يا رب الصوت بقى يوصل لكم على تمام. طيب
هو طبعا هنا خلاص ما عادش الا دقيقة، فانا هسيب لكم بقى دلوقتي الفرن. خلاص، ده كده ده كان الدرس بتاعنا. خلاص، في حاجة مش مفهومة فيه؟ لا. هي كانت 3 معجزات لسلطان المسيح على إقامة الموتى، كانت ابنة يايروس والعازر ومين؟ ابن أرملة نايين. تمام؟ ايه. نقرا كده الأسئلة مع بعض وهسيبكم بقى تحلوها. خلاص، هسيب لكم اللينك بتاعها، مش ابعت الفيديو بطلعه. هبعته لكم على طول. حاضر. نقرا كده مع بعض. كمل الآية. أنا هو نقط والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. المحبة ولا الروح ولا القيامة؟ الآية دي خلي بالكم احفظوها حلو. لمن قال السيد المسيح هذه العبارة لا تخف آمن فقط، قالها لمين؟ بطرس ولا يايروس ولا يوحنا؟ اذكر 3 أمثلة لسلطان المسيح عن الموت. احنا طبعا قلناهم وسهلين خالص. كان عمر ابنة يايروس، عمر بنت يايروس كان ايه؟ 14 ولا 13 ولا 12؟ بنت يايروس من بلدة بيت لحم ولا بيت إيل ولا كفر نحوم؟ قصة إقامة ابن أرملة نايين كانت في لوقا ولا يوحنا ولا متى؟ طبعا قصة ابن أرملة نايين اتذكرت في إنجيل لوقا. من قال هذه العبارة يا سيد، عشان دي أنا ما نسيت أقولها لكم احنا بنشرح. من قائل هذه العبارة يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي؟ مرسى ولا مريم ولا مريم ومرسى؟ كان العذر كان أنتن في القبر لمدة كام يوم؟ 3 ولا 5 ولا 4؟ واذكر أصغر آية في الكتاب المقدس اللي أنا قلتها لكم بقى إيه وإحنا بنتكلم. أصغر آية بتدل على مشاعر المسيح هي أصغر آية في الكتاب المقدس كله. تمام؟ هشوفكم بقى الحصة الجاية.